حكايات الأغاني عالحلوة والمرة. قصة حب بين خادمة مأمون الشناوي والمكوجي تساعده في اكتشاف أهم شعراء الأغنية. ما كانش الشاعر مأمون الشناوي عارف إن الصدفة هتقوده في يوم من الأيام لاكتشاف واحد من أهم شعراء الأغنية العربية من خلال قصة لا تصدق. في يوم مأمون الشناوي كان رايح شغله وحط إيده في جيبه فلقى ورقة وقرأ اللي فيها ولقاها كلمات تصلح إنها تكون أغنية مميزة، لكنه اندهش لأن الأغنية اللي لقاها في جيبه هو ما كتبهاش وما سمعهاش قبل كده، فازاي وصلت لجيبه؟ فسأل الخادمة وقال لها ازاي الورقة دي وصلت لجيبي؟ وهنا اعترفت الخادمة انها بتعيش قصة حب مع المكوجي اللي متعود يبعت لها خطابات غرامية في الهدوم، وإن المرة دي كان في خلاف بينها وبين المكوجي فبعت لها الكلمات دي عشان يصالحها. وعلى الفور طالبها مأمون الشناوي بإحضار المكوجي ليه، واتصل بصديقه الملحن محمود الشريف عشان يعرض عليه كلمات الأغنية ويعبر عن إعجابه بيها، وطلب منه الحضور لبيته. وبعد ما اجتمع الثلاثي مأمون الشناوي ومحمود الشريف والمكوجي، سأل الشناوي المكوجي عن صاحب الكلمات فأكد له إنه هو اللي قام بكتابتها وإن عنده العديد من الكلمات، فأخبره الشناوي إنه هياخد الأغنية وينفذها وتبث في الإذاعة. وبعدها اتصل الشناوي بالمطرب عبد الغني السيد وقال له إن عنده أغنية مناسبة ليه، وبالفعل حضر عبد الغني وأعجب بالكلمات وكمان اللحن اللي نفذه محمود الشريف، وسجل بعدها الأغنية في الإذاعة، ولما اتذاعت حققت نجاح كبير جدا، وأصبحت الأغنية واحدة من أهم أغنيات عبد الغني السيد في تاريخه، ولسه الجميع بيفتكرها ويغنيها، وهي أغنية عالحلوة والمرة اللي كتب كلماتها المكوجي سيد مرسي. عالحلوة والمرة مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة، عشرة بقالها سنين عالحلوة والمرة. عالحلوة والمرة مش كنا متعهدين لتنسى بالمرة، عشرة بقالها سنين عالحلوة والمرة. نسيت خلاص عهدنا ونسيت ليالينا، ونسيت كمان ودنا ونسيت أمانينا. وكانت الصدفة دي هي بداية ظهور واحد من أهم شعراء الأغنية، الشاعر سيد مرسي أو المكوجي سابقا. والغريب في القصة إن الشاعر سيد مرسي لم يتزوج من الخادمة في نهاية القصة رغم ما تسببت فيه من نجاحات.